تخيلوا معايا يا جماعة ان المالتي فيتامينز او المكملات الغذائية اللي اغلبنا ماشي عليها هي برضو ممكن تغير من نتيجة تحاليل دم مهمة جدا، وبالتالي هي ممكن تساهم في تشخيصك غلط او ممكن تضيع عليك تشخيص صح. تعالوا بقى نعرف مع بعض ازاي. هكون معاكم دكتور ياسمين سعيد، صيدلي كلينيكال. المالتي فيتامينز او المكملات الغذائية اغلبها بيحتوي على عنصر البيوتين، والبيوتين زي ما اغلب السيدات بتاخده عشان تقوية الشعر والاظافر، هو برضو ممكن يغير من نتيجة تحاليل مهمة جدا زي تحليل الغدة الدرقية او ما يعرف به ثايرويد بروفايل، يدي النتيجة ان في خلل في الهرمونات الغدة الدرقية، والخلل ده يكون وهمي. كمان البيوتين ممكن يدي قراية عالية وهمية من فيتامين د، تلاقي المريض هو اصلا مش ماشي على فيتامين د، بس لو هو ماشي على البيوتين وحلل فيتامين د هيلاقي النسبة عالية. وزي ما البيوتين ممكن يساهم في تشخيصك غلط، هو برضو ممكن يضيع عليك تشخيص صح، وده عشان هو بيغير من نتيجة تحليل مهم جدا في تشخيص جلطات القلب، وهو تحليل التروبونين، بيدي قرايات قليلة وهمية من التروبونين. كمان البيوتين ممكن يغير من نتيجة تحاليل الهرمونات سواء الاستروجين او التستوستيرون وغيرهم طبعا، وعشان كده ضروري جدا لو بتاخدوا البيوتين او اقراص المالتي فيتامينز اللي بتحتوي على بيوتين لازم توقفوها قبل اجراء اي تحليل دم، وخصوصا التحاليل اللي انا قلتها في الفيديو دي اسبوع او على الاقل يومين. لو اول مرة تعرف المعلومة دي حاولوا تكتبوا لي في الكومنتس، ولو المعلومة كانت عندك حاول تعمل شير عشان تفيد غيرك. ودمتم في احسن حال وصحة وراحة بال.